السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا متتبعين قناة سارة كويزين. اليوم إن شاء الله غادي نقترح معكم طريقة تحضير عسل منزلي كيجي معلق وناجح 100% بدون تعقيدات. كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي أكثر من رائع، بإضافة واحد المكون سحري اللي غادي يخليه يجي معلق. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي اكثر من رائع. تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير، وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. غنحتاجوا 2 قوالب ديال السكر. كيف ما كتشوفوا معايا ممكن التعويض ديالو بسكر سنيده، انا كنفضل السكر القالب كيجي احسن وكيجي العسل ثقيل ومعلق اكثر من سنيده. غادي نحتاجوا ما يعادل 4 كيلو ديال السكر. غادي نحتاجو 2 لتر ديال الماء. كيف ما كتشوفوا لكل 2 كيلو ديال السكر كنحتاجو يطرو ديال الماء. هذه قاعده خاص تطبقوها دائما. الا استعملتوا كيلو ديال السنيده كتستعملوا غير نص لتر ديال الماء، يعني دائما الماء كيمثل نصف الكميه ديال السكر. وغادي نحتاجو اكيد واحد الحبه كبيره ديال الحامض. ممكن تضيفوا واحد واحد الكموسه ديال اتاي، انا ما غاديش نستعملو، غادي نستغنى عليه. غادي نعوضو غير بالقرفه، غادي نكتفي غير بالقرفه. وغنحتاج واحد الكميه قليله ديال المسكه الحره، واحد 4 ديال الحبيبات غادي نحتاجوهم كمرحله اخيره. غنبداو على بركه الله. غادي نوضع السكر ديالي في طنجره الضغط وغادي نزيد عليه الماء. كما كتشوفوا معايا هرست السكر ديالي ووضعته في طنجره الضغط اولا الكوكوط، وغنضيف عليه الماء. انا غادي نوجدو دابا بالليل حتى لغد ليه في الصباح، يعني حتى يذوب السكر تماما. عاد غادي نردو فوق العافيه وغادي نكمل معكم لا فيديو ان شاء الله. بالنسبه لكم الا كنتم مزروبين بسم الله غادي تخليوه على الاقل واحد 4 السوايع، كتحطوه جانبا يعني حداكم في المطبخ، وكل مره كتمشيو تحركوه باش هكا يذوب السكر تماما. هذا الشيء الا كنتو استعملتو اكيد السكر قالب، اما الا استعملتو سنيده فكتردوها طيب في ساعه. فانا غادي نخليه ليله كامله حتى يذوب حتى لغد ليه في الصباح ان شاء الله. عاد غادي نكمل معكم المراحل الاخرى. ودابا من بعد ما دازت ليله كامله على السكر ديالنا وداب تماما كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نضيف ليه هاد الشرائح ديال الحامض. كيف ما كتشوفوا زولت ليهم العظم باش ما يطلقلناش المروره في العسل ديالنا. بسم الله صافي. وغنزيد هاد العويدات ديال القرفه اللي غسلتهم اكيد. الا بغيتو تزيدوا حبات ديال القرنفل اولا الشاي ممكن تزيدوهم، انا كنفضل ندير غير القرفه والحامض كافيين باش نحصلوا على عسل يكون زوين وثقيل. يعني هذوك الاضافات فقط للتنسيم كيبقاو حسب الرغبه. صافي غادي نرد الكوكوت ديالي فوق العافيه، تكون شويه متوسطه شويه مجهده، يعني ما مجهداش بزاف غير شي شويه مع التحريك حتى كيوصل لدرجه الغليان. صافي وكنسدو عليه يعني كنسدو كنوضعو الصفاره. دابا غنرجعو حتى يوصل لدرجه الغليان، عاد غادي نسد الكوكوط وغنوضع الصفاره وغادي نتلاقاو ان شاء الله. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما وصل لدرجه الغليان غادي نغلق عليه، يعني غادي نسد الكوكوط وغادي ندير الغلقه كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نقص العافيه ضروري تكون مهيله ماشي بحال الشمعه. غادي نوضع الصفاره ما تكونش مهيله بزاف بحال الشمعه وما تكونش مجهده بزاف، يعني مهيله متوسطه قليلا. وغادي نحسب 40 دقيقه وعاد غادي نطفي عليها ان شاء الله. وغادي تشوفوا معايا من بعد ما دازت 40 دقيقه بالحساب كنحطيو الساعه ضروري. صافي خليتها حتى بردات، حيت لها الصفاره وطفيت عليها ورديتها عاود فوق العافيه فوق نار مهيله، حيتاش بغيتها تزيد تكون العسل عندي ثقيله. كيف ما كتشوفوا اما من ناحيه الطياب راه طابت. ها نتوما كيف ما كتشوفوا الحامض تعسل. غنخليها تزيد غير واحد 10 دقائق تقريبا، يعني بلا ما نسد عليها باش داك الماء يزيد يتبخر، باش العسل تجينا ثقيله. حيتاش كيف ما كنعرفوا
بالنسبه للشباكيه ويعني المعسلات خاص العسل تكون ثقيله باش تشرب. كيف ما كتشوفوا اللون الحامض هو اللي كيعطينا معلومات على العسل واش طايبه او لا. ملي كيولي اللون ديالو غامق كيف ما كتشوفوا معايا هذا كيدل بان العسل صافي كملات الطياب ديالها. انا بغيتها غير تزيد تقال ليا شي شويه وغادي نطفي عليها ان شاء الله وغادي نتلاقاو. كما كتشوفوا معايا من بعد ما دازت 10 دقائق تقريبا والعسل ديالنا كتغلي مع التحريك. كيف ما كتشوفوا معايا اللون ديال الحامض تأسل اكثر وحتى اللون العسل ولا غامق. دابا غادي نزول هاد الدوائر ديال الحامض والعويدات ديال القرفه. صافي وغادي نضيف 4 ديال الحبات ديال المسكه الحاره كيف ما كتشوفوا معايا اللي دقيتهم في المهراس مع معلقه كبيره ديال سكر سنيده. غادي نخلط باش يندمج مع العسل وغنضيف واحد المكون اللي كيعطي التعليكه للعسل ديالنا وكيعاونها باش تلصق وتعلك لينا المعسلات ديالنا. غنزيد ملعقه كبيره ممتلئه جيدا ديال الجليكوز في هذه الاثناء هذه. بسم الله. غنكتفيو بملعقه كبيره فقط وغنحركو حتى تندمج مع العسل وحتى تذوب كليا وعاد غادي نطفيو العسل ديالنا. بالنسبه للجليكوز اختياري يعني الا ما متوفرش عندكم راه ماشي ضروري غير هو يستحسن انكم تضيفوه حيت كيعطي واحد اللمعان واحد لابغيونس للعسل ديالنا وحتى التعليكه وحتى المسكه الحره كذلك كتعطي نفس المفعول تقريبا حتى هي كتعطي التعليكه للعسل ديالنا والبنه كذلك. صافي غنخليه غير يذوب يعني يذوبوا دوك المكونات وغادي نطفي عليه وغادي نخليه يبرد ليله كامله وغنتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما وجد العسل ديالنا هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. هانتوما راه كيجي ثقيل وناجح 100%. كيف ما كتشوفوا معايا وكيلصق على الشباكيه والمعسلات ديالنا. ضروري يكون ثقيل كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي ناجح 100%. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم وتدعموني بالاشتراك على القناه والضغط على الجرس فضلا وليس امرا وشكرا.